السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ احلى صباح عليكم. النهاردة معانا الحاج وصفي من سوق سيدة عيشة، وتعالوا نسمع كلمتين كده. الراجل ده وحشنا قوي بصراحة. تعالوا معانا نصبح عليه. صباح الفل يا ابو الوصاف. صباح عامل الخير ايه يا يا محمد. كبير؟ الحمد لله الحمد لله. فين يا محمد؟ انت عامل ايه يا حبيبي؟ انت فينك يا حبيبي؟ انا موجود يا حبيب قلبي، بس غصب عني بقى، انت فاهم. الف سلام عليك. حبيبي يا حبيبي. الف سلام عليك. امورنا حبيبي. الامر لله. اول سؤال ده جاي لك من التعليقات مش مني. بيقول لك يا عم وصفي، بعد اذنك وضح لنا يعني ايه الشكيمة ويعني ايه اللغة. انت بتقول ان الاتنين واحد، وناس تانية بتقول الشكيمة حاجة واللغة حاجة. عايزين حضرتك توضح لنا المعلومة دي. بص يا محمد، اتفضل. هي حاجه واضحه جدا زي الشمس. تمام. معلش، الجزء ده دي جلده بيتقال عليها شكيمه. خلاص ماشي. في ناس بتقول على ده اه شكيمه. ماشي. ده اللغز اللي الناس بتتكلم عليه، اللغز طيب. غير الشكيمه، لكن الناس اصلا مفهومها واحد. كلام بيقول على دي شكيمه وبيقول على دي اللغز وبيقول الكلام ده كله. تمام. انت عايز توضح الامور بصراحه، يعني ده الحته دي اهو، ده موجوده في البني ادمين كلها. تمام، اللي هي البلحة. ده اللغز اللي الناس بتتكلم عليه. تمام. اما الشكيمه دي حته الجلده اللي هي بتبقى كده مدلدله، ودي موجوده في الصافي وفي الاصفر بس. تمام. ادي الفرق بين الاثنين. لكن في ناس بتقول على ده لغز وبتقول على ده شكيمه والعكس صحيح، يعني يعكسوا الموضوع. يعكسوا. لكن هم لما تيجي تفصصها بالظبط، اللغز ده مكانه اهو في نفس المكان بتاع الشكيمه، فالناس بتتخيل ان دي شكيمه او ده لغز. فالاثنين هو قصده حاجه واحده، ولكن هي منقسمه الاثنين بامانه، عشان بس عشان ما نتوهش الناس. احنا قلنا اللفظ واحد، والناس اللي بتقول على ده لغز كلامه مظبوط، اللي بيقول عليه شكيمه كلامه مظبوط، ولكن احنا فصصناه اهو. الشكيمه حته الجلده، اما اللغز اللي هي طب ممكن اسال سؤال طبعا وصف، بالنسبه للشكيمه دي ايه سببها؟ لا، دي موجوده في الدنيا كلها، حتى في البني ادمين. يعني اللغز ده موجود في الدنيا كلها. ده لغز ماشي، ما قلناش حاجه، ده اللغز على بتكلم في الشكيمه. الشكيمه. لا، الشكيمه دي حته الجلده دي عامله زي البقره المصريه. أيوة. بتاعتنا. ايوه. بتلاقي الحته دي، الجزء ده تحت الدقن كده على طول، كلام جميل. حته الجلده كده. كلام جميل. حتى لما تيجي تذبح البقره دي لازم تشدها قوي كده عشان السكينه تمشي فيها. كلام جميل. ادي الشكيمه. كلام جميل. والشكيمه دي بتميز الصافي وبتميز الاصفر. طيب يعني موجودين في الحمامتين دول. مش الشكيمه دي مش نتيجه ان فرد الحمام عظمه قصير زياده عن اللزوم وربنا سبحانه وتعالى؟ لا يا محمد، لا ثواني بس، ثواني. ايوه، لا السؤال غلط. هقول لك. طيب لا لان هو 3/4 الناس فصصت هذا الكلام. ماليش دعوه. ما انا عشان كده جاي اكلمك عشان الناس ما تتوهش بقى. ماشي. ان هو بتبقى نتيجه ان العظم بيبقى قصير واللسان كده، ربنا خالق له هنا زي بوك او حصاله بيسقط فيه لسانه. لا، الكلام ده غلط. ما هو بقى انا بقول لك، هو خلاص، ما انا بقول لك اهو اللي بيدور واللي بيتقال. هل الكلام ده سليم ولا الكلام ده خطأ؟ اللي بيقول الكلام ده يا ريت ونفسي ومنى عيني، وهقولها تاني وانت جبت لي كلمه على الجرح. ماشي. يا ريت اللي ما بيعرفش يتلهي على عينه ويسكت. كلام جميل. ودي جمله شهيره بتاعتي. كلام جميل. ونفسي تتنفذ. اللي ما بيعرفش يتلهي على عينه ويسكت. كلام جميل. اللي بيعرف يطلع يتكلم يا جماعه. حلو. اولا انا بقول دي صفه بالصافي. ايش دخل ده بالكلام اللي انت بتقوله؟ دي صفه مش في الصافي بس بقى. انا هقول لك فيها نبره كشك بيجي فيها شكل. لا، هقول لك. لا، اتفضل يا حاج. الصافي بيميز بالشكيمه، ودي بتميزه. ماشي. ودي صفه فيه. كلام جميل. زائد الاصفر بتميزه. كلام جميل. صفه فيه. كلام جميل. خدت بالك؟ كلام جميل. لو جت في بعض الحمام التاني لا، ما هي مش رسميه. مش محبوب. مش رسميه. انا بتكلم على الحاجه الرسميه. اتخلق يبقى بشكيمه الصافي. اتخلق يبقى بشكيمه الاصفر ورا. خلاص. زي ما بنقول البنفسجي لازم يكون في زنه. في بعض الناس قالوا ده مرض. طب ده يعقل الكلام دوت؟ لا، مالناش يعني حاجه بنميزها.
لا، كلام الناس كله على دماغنا من فوق. كلام جميل. بس احنا عايزين نقول إثبات، عايزين كلام، إثبات. عايزين نقول كلام يكون معقول، صح. ما يكونش في اثاره وخلاص. كلام. يعني ما اطلعش اتكلم وبس، اه لا اتكلم عن درايه. صح. لا، دي صفه اساسيه في البنفسجي، حكايه الكهرباء اللي الزنة بفرد حمام دي اللي هي الزنه، الناس بتسميها الزنه. صحيح. دي صحيح. صفه اساسيه صحيح. واتكلمنا فيها 50,000 مره، صفه اساسيه، كلام جميل. صفه في فرد الحمام. كلام جميل. يبقى دي كلام 3 حمامات فيهم صفات لازم تكون موجوده، اللي هي في الصافي الشكيمه، في الاصفر الشكيمه، خلاص، في البنفسجي زنه. صباح الفل يا حبيبي، اتفضل. دي صفات معينه فرد الحمام لازم فرد الحمام يكتسبها ولازم تقلبه. طب نقول مثلا يعني على سبيل المثال، احنا قلنا دخول الحمام على بعضه ده اكبر غلط طبعا. الناس عملته. طبعا. دخول الحمام على بعضه اكبر غلط الناس عملته. ليه؟ لما تيجي دخلت الناس صافي على اللبلة، عمل ايه؟ محى. بص بقى الغلط، محى الشكيمه من الصافي وورثها في الشبنطه. حقيقي. هل الكلام ده معقول؟ حقيقي فعلا ده اللي بيحصل. طب بقى النهارده فرد الحمام الشبندق بشكيمه، طب هو الشبندق بشكيمه؟ طب الكلام اللي انت قلته بقى نرجع لمرجوعنا، ايوه. لما بتقول لي الناس بيقولوا عشان الحمام عضته قصيره، ايوه. والكلام اللي انت قلته يعني. ايوه. طب ده موجود في الشبندق؟ المفروض دخل ان دي القشر بدي؟ بندق ما يبقاش عظم قصير اصلا. خلاص، طبعا. يبقى انت دخلت صافي في الشبندق، والله صح. قصرت العظم قوي وخليت نقلت صفه اساسيه في فرد الحمام من صافي اللبلة. في فبلة صح. طيب انتقلت بقى من الصافي، معظم الصوافي النهارده ما لهمش شكيمه، دي حقيقة. واحنا بنقول دي صفه اساسيه. دي حقيقة. لما يكون صافي ما فيهوش شكيمه، اقول على طول تقليبه ناقص، صح. لانه لازم يكون بشكيمه. كلام جميل. الاصفر مش بشكيمه، تقليبه ناقص. ابلق بشكيمه، طلع بره البول. بص بقى، شوف صفه غيرت فرد حمام، بدلته وميزت فرد حمام تاني. يعني ميزت الصافي، ميزت الاصفر، عيبت الشبندق، خلته ملوش دعوه بالشبندق. ده بالنسبه لسؤالك. كلام جميل. عامة هو ما فيش النهارده صافي، عشان كله اللي طالب ان يتكلم حضرتك تتكلم على الصافي في نقطة كمان معينة. 3/4 اللي حابين يربوا صافي يا عم مصري بيتخدعوا في العظم. ازاي بيتخدعوا في العظم؟ العظم بيبقى ملموم قوي وبيبقى محترم، ويجي يكتشف بعد كده واحد حريفي يقلل فرد حمام يلاقي فرد حمام ضبته مقطوعه. كويس. طب هو اتغفل ازاي؟ هو جميل. ازاي ما شافهاش؟ كلام جميل. هو عايز يفهم الكلام ده. حلو. اتفضل. كلام جميل. الصافي او اي فرد حمام لما تيجي تقلبه لازم يكون ليه دردتين. يعني ايه؟ يعني السنتين دول سنه. السنه دي اللي هي العظم بتاعه. تمام. حتى لو قاطع بتلاقي فيه السنه دي. ايوه صح. هو قاطع صح، بس القطعان بتاعه مخبي الايه؟ مخبي السنه دي. طيب تعالى الفرد حمام عاده بقى، والناس عايزه تخليه صافي. تعمل ايه؟ بتروح قطعه فوق وتحت وتروح كوياه بقى فرد حمام من غير عظم خالص. طب تعالى انت افتح عظم فرد الحمام، هتلاقي السنه دي مش هتلاقيها. خلاص، ما انت خلاص بقى معلوم، ملوش لازمه، ماخدوش خالص. سمعت يا جدعان؟ ايوه صح كده. الدردوره دي ما هياش باينه، مش موجوده في الصافي. لما تفتح عظمه كده مش موجوده الدردوره دي. قول له لا، روح يبقى كامل عظم فيه. ادي نمره 1 في الصافي. كلام جميل. عشان تغواه صح كمان. طب نمره 2، اتفضل. بعد التكوين بتاعه ده، تكوينه جامد قوي وخلاص فرد حمام زي ما ربنا خلقه وجميل قوي. نمره 2 نركز فيها ايه؟ دماغه لازم تكون عجله. دماغه لازم تكون عجله. طيب هو جامد قوي من قدام وليه قنبور كده من ورا، اللي الحته اللي بتطلع لفرد حمام في مؤخره الراس. احنا بنتريق عليه ونقول عليه دش. ده ليه دش، واخد بالك؟ هي طبعا حته دبوس كده طالعه له، واخد بالك؟ مبوظه دماغه، خلت دماغه مش سليمه. صحيح. لما تبقى دماغه مش سليمه يبقى انا ما غواش فرد حمام ده ولا بتاع ريف. كلام جميل. ادي نمره 2. كلام جميل. خلاص، يبقى اذا الصافي لازم يكون طبيعي، الدردورتين موجودين،
حلو واخد بالك؟ دماغه لازم تبقى عدله قوي. حلو الكلام ده. ادي اتنين لازم اركز عليهم في الصافي. طب خلاص. في بتبقى عدله كده يا عم وصفي، بس تحس ان دماغه مسحوبه لفوق. لا انا هقول لك، فاهم حضرتك؟ لا. انت يمكن انا وريته لك، انا ما أنا فرجت كده هقول تلاقي دماغه مسحوبه كده. لا مش مسحوبه. اتفضل يا حبيبي. بص يا محمد، اتفضل يا حبيبي. اي فرد حمام غزار ان كان صافي او ان كان نبله او ايا كان، حمام الغزار بتاعنا ليه طلعه غريبه من هنا. ايوه ليه طلعه غريبه من هنا لكل الحمام الغزار موجوده. الصافي موجوده، في الابلق موجوده. تمام. خلاص. ملوش الطلعه دي، تلاقي عظمته مصدره كده، عامله زي ايه بقى يا سيدي؟ اتفضل. دي لو دي مش موجوده هتعيب فرد حمام. طب دي لو موجوده في القطاطي، لو موجوده في القطاطي تعيب فرد الحمام. لان ده مستدير ده خلاص. مش ايوه يعني العظمه بتاعت القطاطي عظمته مربعه قدام. صحيح. خلاص. طب لو طلع ليه الحته دي اللي هي بتاعت الصافي دي وبتاع والكلام ده تعيبه، لان القطاطي عظمته مربعه. الصافي ليه طالعه، الابلق ليه طالعه، مسود ليه طالعه، كل الحمام الغزال ليه طالعه ما عدا القطاطي عظمته مربعه قدامه، عظمته تخينه كده مربعه. ايوه دي حقيقه فعلا. يبقى اذا دي بتميز حمام وبتعيب حمام. اللي انت بتعمله للناس ده، انت بتدي موعيه وتشرح لهم وبتتعب في قلبك، ويا ريت في ناس فاهمه زي الاول. النهارده بقت الشغلانه بص خد ونام وتمسك حمام، انت راجل فريخ فبتحب الحمام الحلوه. لسه مجالي. يلا لسه انت مجالي جميل. حبيبي. نهارك زي العسل. الراجل ده حبيبنا بيعبر عن وجهه نظره طبعا. بس في النش. مالوش علاقه باللي والناس بنتكلم فيه. النشيشه دي على دماغي من فوق. طبعا. خلي بالكم يا جماعه، طبعا. النش ده حرفه كبيره قوي برضه. الناس بابا معلش معلش. طبعا دي يعني ده راجل المتعه نشيش كلها. بيتكلم من منظور ان هو نشيش. طبعا. فبيتكلم اتظلم صح. النش والله. هو بيتكلم والله صح. حرمونا من النش والله. احنا بقى الكلام اللي بيقوله ده طبعا. انا هوجع قلبي اه وهتعب نفسي. اه على اساس ايه؟ على اساس ان انا عايز اخلي معظم رواي الحمام في مصر يفهموا في الحمام. صحيح. يفهموا تقليب الحمام. صحيح. لما ينزل السوق يعرف ينقي فرد حمام. واخد بالك؟ لان احنا بنقول ايه؟ السوق ده خيره على الدنيا كلها، واولهم انا. طبعا. تراب السوق طبعا. ولا طبعا. هجره. طبعا. انا بحب نزول السوق. طبعا. ونزول السوق ده صباح الفل يا محمد. نزول السوق ده دي متعه. طبعا. دي متعه. طبعا. ولو نزلت السوق يا محمد وانت ما تعرفش المواصفات اللي انا بقولها دي، طب هتلاقي فرد حمام هيضحك عليك ازاي؟ هيبقى قدام منك وما انتش عارف. هيضحك عليك طبعا فعلا. فاحنا بنقول نمره واحد قبل ما تنزل السوق اتفرج صح. واسمع صح. وافهم وما تحفظش. مش عايزك تحفظ، انا عايزك تفهم.